السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم يوسف الحوانكي من قناة جو بروجرامينج. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن الفانكشن كومبوننت. طيب الابلكيشن اللي قدامنا دوت احنا كريتناه بفيتا عادي بالطريقة العادية بتاعتنا، ومسحت الحاجات اللي احنا مش محتاجينها زي ما بنعمل كل مرة، ومحتاج الكومبوننت بس الأساسي بتاعي. لو احنا رحنا بصينا هنا كده هتلاقي بس إن الآب هو اللي شغال معايا، اللي هو الجزء أو الكومبوننت دي هي اللي رندرت. طيب ده بالنسبة لي هو كان class component، وكنا كريتناه المرة اللي فاتت بالRCC زي ما انت شفت كده، وبيكريت لي الكلاس جاهز. طب لو انا عايز احول دوت لفانكشن كومبوننت هكتبها ازاي؟ قالك ان احنا بنيجي هنا وبنعمل فانكشن وبنسميها بنفس الاسم بتاع مين؟ بتاع الفايل بتاعنا. طيب جميل جدا، وبعدين قالك بنعمل جوه كده الريتيرن، والريتيرن بتاعتنا بيكون فيها كود ال HTML اللي احنا عايزين نكتبه. على سبيل المثال هكتب هنا H1 بالشكل ده، وهقول له يا H1 مثلا hello function component. طيب وبعدين كده كلمة hello function component دي هتشتغل؟ لا، لان احنا المفروض ان الفانكشن ديت اللي انت بتستخدمها او انت حابب تستخدمها هتروح تندها فين عشان ترندر؟ في الاب، في الجزء ده، صح؟ طب هو هنا في الاب انت عامل لها import، صح؟ طب هل انا عملت لها هنا export؟ لا، يبقى انا هروح اعمل لها ايه؟ export default مثلا، فاقول له export، ادي الفانكشن export default لمين؟ للاب. طيب كده انا الاب بتاعي المفروض يكون شغال. تعال نروح نشوف. انا جيت عملت كده ريفرش، قال لك هلو ايه؟ فانكشن كومبوننت. فده باختصار كده طريقه تحويلي من الكلاس كومبوننت للفانكشن كومبوننت. هتقول لي طب ليه يا هندسه احنا ليه هنبدا نستخدم الفانكشن كومبوننت؟ احنا هنبدا نستخدم الفانكشن كومبوننت، او الناس في الفترات الاخيره بدات تستخدم الفانكشن كومبوننت لانها في الأول إحنا كنا بنقول عليها stateless. طب ليه stateless؟ لإن ما كنتش باقدر أعمل لها state management. من الآخر أنا ممكن أبعت لها شوية data، أعرض بيها data، ولكن إن أنا أتحكم في الdata اللي جاية لي وطريقة عرضها زي ما عملنا في الclass component ده كان مستحيل نهائي. ولكن مع تجديد أو الupgrades اللي بتحصل في الreact، الناس دي بدأت إن هي تشتغل على الfunction دي بشكل كبير جدًا. فبدأت إن هي بدل ما أنا كنت باستخدمها كfunction عادية عشان أعرض بس بيها data بالمنظر ده، لأ ده أنا بدأت كمان إن أنا أعمل إيه؟ أعرض، أو بمعنى أصح أعمل لها state management. طب أعمل لها state management إزاي؟ ده هنبدأ نتكلم فيه في جزء كده لوحده، وهنشرح فيه الجزئية بتاعة الstate management للfunction. ولكن أنت لو دخلت على أغلبية دلوقتي المشاريع اللي هتلاقيها موجودة هتلاقيها كلها متكريتة بfunction component، وده لأن التحديث اللي حصل على الfunction component خلاها ليها الأولوية والأفضلية على الclass component، وده لأنها بدأت تكاتش أو تهُك كل الfeatures اللي موجودة في الclass component، وقدرت إن هي تعمل لنفسها state management كبير، وتعمل لنفسها حاجات كتيرة جدًا أو features كتيرة تقدر إن هي تقدمها لك وتكون أحسن بكتير وأبسط. يعني أنا هنا لو تفتكر كده الclass component كنا بنعمل إيه؟ كنت الclass component آجي أعمل له state، وآجي أعمل له return أو render، وبعد كده جواه return. فكان الموضوع كبير أوي ومُرهق. وكمان حتّة إن إحنا لمّا هنيجي ندخل في الفيديو التاني اللي بعد دوّة، وأنت بتبعت الdata أو الprops بتاعتك، وأنت بتتحكم في الstate بتاعتك، وأنت بتتحكم في الmethods بتاعتك، الموضوع هيبقى أبسط وأخف بكتير. وهنعمل compare كده بين الاتنين عشان نبدأ إن إحنا نتحكم فيهم. ولكن أنا الفكرة كلّها هنا إن أنا إزاي أcreate function component بالشكل ده، زي ما أنت شُفت كده. تعالَ نعمل مثال تاني كده بسيط. هنcreate هنا component folder، وجوّه الcomponent folder دوّة هاقول له هاعمل new folder تاني. إحنا كده كريتناه جوه الassets، وهاقول له هنا افتح لي الcomponent new folder، نعمل مثلًا هنا parent. جوه الparent دوّة نعمل parent.jsx، وعايز أقول له هنا إيه؟ أعمل function component اسمها parent بالشكل ده، وهاقوم جاي عامل شكل الmethod بتاعتي كده، وهاقول له هتreturn أو هترجّع ليّا الdata دي اللي هي فيها h1 hello parent component. طيب هاكلها هناك إزاي في الآب؟ الموضوع بكل بساطة إن أنت لازم تكون عامل الفانكشن دي export. فإحنا هنيجي هنا نعمل لها export default
وأقدر أروح في الآب دلوقتي أنده عليها أو على اسمها parent component بسم الله، هتلاقي hello parent component والموضوع سهل وبسيط ما فيهوش أي حاجة، ولكن كل الفيتشرز بعد كده هنبدأ نتكلم عليها قدام إن شاء الله، ولا باحتاج إن أنا هنا import مكتبة ولا أعمل أي حاجة عشان أقدر إن أنا أشتغل بالكلام ده كله. طيب لو أنا عايز أcreate الfunction دي بدون ما أنا أعملها بإيدي زي ما عملنا في الclass component كده ونزّلنا الsnippet. طب الsnippet دي ممكن أcreate بيها إزاي؟ باقول له react function component وأدوس enter الراجل ده يبدأ يعمل إيه؟ هيcreate لك react function component. طب لو أنا عايز أستخدمها كconst function أو كexpression function فممكن أقول له r react afc. طيب ده هيعمل إيه؟ يعمل لك الفانكشن بتاعتك باكسبورت ويعملها لك ككونست فانكشنز، ويفضل ان احنا نستخدمها بالطريقه ديت ان هي تبقى عباره عن اكسبريشن فانكشن عشان لو احنا هيبقى في تحول عندنا او تغير في اي داتا موجوده عندنا يبقى التعامل دايركت معانا عشان لو احنا هنستخدم this او غيره، ولكن ده بيكون ليه افضليه كتير جدا. لو انت حبيت ان انت تشتغل بده هيكون ده افضل كتير، وهتلاقيه برضو شغال معاك والدنيا تمام مفيش اي مشكله والدنيا زي الفل. فدي الfunction component باختصار وإزاي إن إحنا نعرف نكريتها. إن شاء الله أقابلكم في فيديو جديد هنكمل فيه السلسلة بتاعة الfunction بإذن الله، وإزاي نقدر نتعامل مع الداتا بتاعتنا.